سكرين بتاع التليفون دي بتعملها في الصين. تعالى نشوف بتعمل بكام. هلا ده يا جماعه عشان عايز الاتربه كامله. عايز كامل الاتربه. فرن من الهواء من اي تراب قبل ما اخش جوه. عمرك فكرت الشاشه اللي في موبايلك دي بتتصنع ازاي؟ المصنع ده بيستورد الازاز الخام جوريلا جلاس او اي جي سي، وطبعا الازاز ده بيجي الواح كبيره وبيتقطع على حجم كل تليفون. بعد كده الازاز ده بيتنضف بمذيب كيميائي اسمه ايزوبروبايل، وده علشان يشيل الزيوت والاتربه، وبعد كده بيخش على جهاز التراسونيك عشان يتنضف بالنانو. وتاني مرحله هي معالجه الازاز، واللي بتتقسم لحاجتين: معالجه حراريه ومعالجه الحواف او الايدجز. بعد كده السكرينات بتمر باختبار صغير. وبعد كده بيستخدموا الماكينه بتاعه السي ان سي عشان يعملوا الاخرام بتاعه الكاميرات والسماعات. وبعد كده بيستخدموا الحبر الاسود عشان يطبعوا الاطار الخارجي على الفريم. وزي ما بيقول لك هنا كده الفريم والاطار هيبقوا واحد. وبعد كده بيتم اضافه الفيلم او الطبقه بتاعه اللمس، ودي اللي تبقى مسؤوله عن الاستشعار. وهنا بيستخدموا تكنولوجيا اسمها فوتوليثوغرافي. بعد كده مرحله الالاينمنت او المحاذاه، بمعنى ان كل حاجه تبقى على نفس السطح. وهنا شاشه العرض بتتركب تحت طبقه اللمس وبتتضغط. وبعد كده بيتم الاختبار الآلي بسيستم AOI. بيتم تصوير الشاشة وتحليلها بالذكاء الاصطناعي عشان لو فيها أي خلل، وبعدها بيكون في اختبار للخدش والكسر. يا جماعة سيستم AOI بيختبر الشاشات. زي ما انت شايف الشاشة بتخش جوه بتنور. لو تركزوا على الشاشة بصوا بتفتح بتنور، بيتأكد إن الشاشة شغالة. وإذا حابين تشوفوا فلوج المصنع كامل هتلاقوه موجود على الموقع الأحمر. سلام.